هل في حاجة اسمها إدمان ألعاب الفيديو؟ يعني هل الشباب والأطفال اللي بيروحوا للسايبرات أو بيروحوا للأماكن اللي فيها بلاي ستيشن وبلياردو، هل بيكونوا معرضين لأن هم يكونوا مدمنين لألعاب الفيديو والألعاب بشكل عام؟ ولا إيه الكلام؟ قبل ما أبدأ الفيديو بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة. الإجابة في حاجة اسمها إدمان ألعاب الفيديو جيم، ودايما الإدمان ده بيصيب الأطفال والشباب بالأخص. طبعا ممكن يصيب كل الأعمار، ولكن تعداد الرجالة في نوع الإدمان ده أكتر من الستات، والشباب والأطفال أكتر من الناس الكبيرة. والسؤال هنا بقى إيه هي الأعراض اللي لو ظهرت عليك أو ظهرت على حد من أطفالك أو من الناس المقربين ليك الصغيرين تعرف إن الشخص ده داخل في إدمان ألعاب الفيديو أو بالفعل عنده مشكلة مع إدمان ألعاب الفيديو. بناء على ال DSM-5 ألا وهو الدليل الإحصائي لتشخيص الاضطرابات العقلية، بيقولك إن لازم تتوافر فيك شوية أعراض. زي إيه مثلا؟ زي مثلا إن أنت بتعتمد أغلب وقتك على ألعاب الفيديو جيم، دايما على طول بتلعب فيديو جيم اونلاين او اوفلاين، بتلاقي نفسك ما عندكش القدرة انك توقف النشاط ده. يعني دايما بتلعب فيديو جيم، بتلعب بلاي ستيشن ومش قادر ان انت تتحكم. حتى ممكن تكون بتلعب العاب على الموبايل، فتلاقي نفسك ان انت مش قادر تتوقف ومش قادر تسيطر على العادة دي. ما بيكونش عندك رغبة او اهتمامات انك تعمل اي حاجة في حياتك غير انك تلعب، تبقى ماسك التليفون وتلعب العاب عليه، او انك تنزل تروح السايبر، او ان انت تروح تلعب بلاي ستيشن. ما بيكونش فيه اي رغبة غير انك تمارس العاب الفيديو جيم. ممكن يحصل ليك مشاكل سلبية بسبب العادة دي، بسبب ان انت كل شوية ماسك التليفون، بسبب انك كل شوية تروح السايبر. بيحصل لك دايما مشاكل وتوابع سلبية بسبب الموضوع ده، لكن انت بتقرر انك تكمل وما توقفش. لما بتلاقي الناس اللي حواليك بدأوا ان هم ينقدوك ويقولوا لك كلام سلبي بسبب الموضوع ده، بتبدأ ان انت تكذب بسبب انك مش عايز توقف العاب الفيديو، بس في نفس الوقت بتتجنب المشاكل معاهم وبتبدأ ان انت تكذب وانك تحور. لو انت رايح مثلا السايبر تقول انك رايح مع حد من صحابك عشان مش عايز وجع دماغ. بتلاقي نفسك استهلاكك لألعاب الفيديو جيم بيزيد اثناء ما انت مضغوط ومتضايق. لو قاعد مثلا فوق المواصلات وقلقان، لو بتحصل لك مشاكل في يومك او عندك مشاكل في حياتك، بتلاقي ان انت استخدامك بيزيد جدا وكأنك بتفرغ طاقتك في ألعاب الفيديو جيم. لازم تستمر عليك الأعراض دي لمدة مش أقل من 12 شهر. طب إيه السبب اللي ممكن يخلي إنسان يكون عنده إدمان ألعاب الفيديو جيم؟ أظهرت الأبحاث إن الشباب والأطفال اللي بيعانوا من التنمر في البيت أو التنمر في المدرسة بيلجأوا للفيديو جيمز عشان يخرجوا طاقتهم ويخرجوا طاقة الغضب والحزن في ألعاب الفيديو. كمان لو عندك مشكلة في الثقة بالنفس وقلة الثقة بالنفس، لو انت كمان عندك مشكلة مع القلق ومع الاكتئاب، ده بتكون عرضة لانك تدمن ألعاب الفيديو جيم. بيقولك كل ما زاد الضغط على الطفل او الشاب في ان هو يكون متفوق تعليميا، كل ما كان عنده الرغبة في ان هو يلعب في ألعاب فيديو، فده ممكن يوصله ان هو يكون مدمن لألعاب الفيديو جيم. بيقولك ان قارة اسيا هي من اكتر القارات اللي فيها ادمان العاب الفيديو جيم، علشان بيكونوا حريصين جدا على مستواهم التعليمي زي كوريا مثلا. ازاي نحل المشكلة دي؟ نحل المشكلة دي باننا نعرف ان في حاجة اسمها ادمان العاب الفيديو جيم. تاني حاجة لازم اعترف لو انا عندي المشكلة دي او عند حد من اطفالي او من اهلي او لازم انبههم ان هم عندهم مشكلة ما وان احنا محتاجين نحل المشكلة دي. اعترف بادماني واعترف ان انا محتاج اتحمل المسؤولية، واعترف ان انا لو محتاج اروح لدكتور معالج او اخصائي نفسي او طبيب نفسي اتوجه واروح على طول علشان يقدروا يساعدوني في الموضوع ده. المساعدة هتكون بشقين: اولا العلاج المعرفي السلوكي الا وهو CBT، او العلاج من خلال الادوية. العلاج من خلال الادوية بيخفف عندي اعراض الانسحاب، لان انا لما هاجي ابطل العاب الفيديو جيم هيحصل لي اعراض انسحاب زي اللي بتحصل بالظبط لاي نوع من انواع الادمانات. فانا محتاج اتعامل مع قلقي ومع توتري ومع حزني ومع اكتئابي وملجأش لالعاب الفيديو جيم عشان اخرج
الافكار دي او المشاعر دي لازم اواجهها، لازم اتعامل معاها. لو معرفتش اعمل ده لوحدي فانا لازم ان انا اتوجه للدكتور او للاخصائي المختص. وكده بقى انا خلصت السؤال وخلصت الاجابة عليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة وتكتب لي كومنت وتقول لي هل انت شايف ان في حاجة اسمها فعلا ادمان العاب الفيديو جيم، وهل انت بتعاني من الادمان ده؟ ما تنساش تعمل شير للقناة وتعمل شير للفيديو علشان نوصل لاكبر عدد من الناس. كان معكم سلام سعد وتابعوني.